كان هناك صبي اسمه علي، وكان يعيش في قرية صغيرة محاطة بالغابات السحرية. كانت هذه الغابات تعج بالأسرار والمغامرات الخفية. ذات يوم، وأثناء استكشافه للمكان، اكتشف علي بابا سريا في أعماق الغابة. كان الباب مزينا برموز غامضة وألوان ساحرة. كانت دعوة من الغابة نفسها لاكتشاف أسرار لم يسبق لأحد أن رآها. عندما فتح علي الباب، وجد نفسه في عالم آخر. كانت الأشجار تغني، والأزهار ترقص، والأنهار تتكلم. كان كل شيء حوله يبدو حية ومليء بالحياة. وفي هذا العالم السحري، قابل علي مخلوقات غريبة وحيوانات غير عادية. وفي أعماق هذا العالم، اكتشف علي الكثير من الأسرار. تعلم لغة الطيور، وركوب فوق السحب، وحتى استخدام قوى الفضول السحرية التي كانت تنمو داخله. كل يوم كان له مغامرة جديدة وتحديات لتجاوزها. ولكن علي كان يدرك أن الفضول لا ينتهي أبدا. كل ما يفعله يفتح له أفقا جديدا من المعرفة والإبداع. وفي يوم من الأيام، وجد بوابة أخرى تؤدي إلى عالم آخر. وبينما يتجه نحو المجهول مرة أخرى، اكتشف علي سرا جديدا: أن الحياة نفسها هي رحلة لا نهاية لها، مليئة بالاكتشاف والمغامرة، وأن الفضول السحري يمكنه أن يحملنا إلى عوالم لم نكن نحلم بها يوما.